مطرب الفنان محمد حماقي بيحسم الجدل حول تعرضه لجلطة في القلب بعد تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية طارئة في القلب. نفى النجم محمد حماقي كل ما تم تداوله عن تعرضه لجلطة في القلب، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة تماما ولا يعاني من أي أمر خطير، وطمأن جمهوره قائلا: أنا الحمد لله كويس وزي الفل، وكل الأخبار اللي نزلت عن مشاكل في القلب مش صحيحة تماما. وجاء نفي محمد حماقي بالتزامن مع حفل الجماهيري الضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين الدولي في دورته العشرين بالعاصمة الرباط على مسرح النهضة. وقدم حماقي مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، من بينها نفسي أبقى جنب، وباقة مميزة من أغانيه أحلى حاجة فيكي، من البداية، أجمل يوم، يا ستار، واحدة وواحدة، ما بلاش، وغيرها. وكذلك نشر حماقي رسالة عبر خاصية ستوري كتب فيها: لكم ساعة، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير عن مبالغات عن حالتي الصحية. أنا بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة، والحمد لله تمت بسلام، وأنا دلوقتي في البيت.